حليب مكثف محلى بثلاث مكونات فقط. راح نعمله اليوم أنا وأنتو بالبيت. راح نحتاج 2 كوب من الحليب البودرة وكوب من السكر البودرة، كوب كامل. طيب، وكوب من المي أو الماء. بس راح نشتغل هذا الشغل على مرحلتين. أول شي راح نطحن الخليط أو نخلط الخليط لمدة 5 دقائق كاملين. بعدين نفصل عليهم وننزلهم بحلة أو طنجرة أو قلاية أو طاسة اللي بدكن، على نار خفيفة جدا ليبتدوا يربطوا أو يعقدوا. هيك ابتدوا يربطوا، هيك جاهزين. بعدين راح نصفيهم مشان يصيروا ناعمين شوي، يعني ما فيهم تكتلات. راح تشوفوا كيف راح يطلعوا ناعمين جدا جدا جدا. صراحة مش بنعومة اللي بالسوق بصدق، لكن كطعم أطيب. اعملوها بالبيت وجربوها، راح تكتشفوا انه أطيب. بعدين راح حطهم بوعاء أو صحن وآخذن على الثلاجة مشان ورجيكم القوام بعد الثلاجة. وهذا القوام ببساطة، ركزوا، أحلى من السوق ب100 مرة. بتمنى تعملوها، توفروا على حالكم، ولا تنسوا تعملونا فولو وتشاركوا الوصفة وتحفظوها.